ومن الخير والذكاء أن تشركها فيما أنت فيه. ولذلك رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن هي أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن هو أبى نضحت في وجهه الماء. المشاركة فيما أنت فيه من خير وعلم، وإشعار المرأة بأنك تحتاج إليها في القراءة وفي العلم ونحو ذلك، مما يجعلها تعينك على طلب العلم. ووصيتي هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، أن نستوصي بهن خيرا وألا نهملهن، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن. نعم.